زي ما كلنا عارفين إن مصدر المية الأول عند المصريين القدماء هو مية النيل. ولكن إزاي كانوا بيفلتروا مية النيل اللي ما كانتش نظيفة عشان يشربوا منها؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معايا لنهاية الفيديو، ويلا بينا نبتدي. القدماء المصريين عملوا فلترة لمية النيل لتنقيتها من البكتيريا والجراثيم والشوائب اللي موجودة فيها عن طريق بذور نبات اسمه نبات المورينجا، واللي كان بيتزرع وقتها في جنوب مصر. طب ازاي قدماء المصريين كانوا بيستخدموا بذور نبات المورينجا في تنقية المية وفلترتها؟ القدماء المصريين كانوا بيجيبوا الأواني الفخارية اللي بيحطوا فيها مية النيل اللي مش نظيفة، وبيقوموا بفرم بذور نبات المورينجا وبيحطوها جوه الإناء من الداخل مع طبقة من الرمل في قاع الإناء. وبعد كده بيصبوا المية اللي مش نظيفة جوه الإناء، فبيمتص النبات ده والرمل الشوائب والبكتيريا اللي موجودة في المية، وبكده بتكون صالحة للشرب. المعلومات دي تم اكتشافها عن طريق النقوش الموجودة على جدران المعابد والبرديات الفرعونية القديمة. المفاجأة بقى إن بعد حوالي 5000 سنة بيكتشف العلماء إن أسلوب قدماء المصريين كان عبقري جدا في تنقية وفلترة مية النيل، لأنهم اكتشفوا إن بذور نبات المورينجا الوحيد اللي فيه بروتين موجب الشحنة عنده القدرة على قتل البكتيريا اللي موجودة في المية. طب إزاي؟ عن طريق إن البروتين موجب الشحنة ده بيتجمع حوالين البكتيريا وبيلتصق فيها وبيجذبها لأسفل، وفي النهاية بتترسب في القاع. عبقرية قدماء المصريين ما وقفتش لحد كده، لأ، لكن العلماء اكتشفوا كمان إن البروتين اللي موجود في نبات المورينجا ما بيظهرش غير في وقت معين في فصل الشتاء، وبعد كده بيتحلل وبيختفي في النبات ده. عشان كده قدماء المصريين كانوا بيقوموا بحصاد النبات ده في فصل الشتاء بس. وبس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.